السلام عليكم، ان شاء الله تلقاكم هاد لا فيديو بخير وعلى خير. اليوم مع هاد البرد اللي راه جيتكم بوصفه تدفيكم في هاد البرد. هذا ما يليق، حاجه دافيه مشخشخه ما شاء الله. جيتكم وصفه تاع بالوصفه تاع الشخشوخه. سيو هاد الوصفه على طريقتي، وانا متاكده انها راح تنال اعجابكم. دونك نروحوا نشوفوا المقادير تاع الشخشوخه تاعنا. ما نطولش عليكم، تشوفوا معايا تجي مرقه مشخشخه ما شاء الله. دونك هنايا في قصعه حكمت 3 كيلات نتاع الشخشوخه انا شيتها كيما هكا واجده مقطعه، شخشوخه الضفر. شيتها واجده مقطعه، تلقوها في لي سوبرات ولا عند العطار تلقوها تباع. ضفت عليها مغرفه كبيره كيما قلت لكم 3 كيلات نتاع الشخشوخه. ضفت عليهم مغرفه كبيره نتاع الزيت وخلطتهم بهذه الطريقه. نبسوها بهذيك المغرفه تاع الزيت ونخلوها جانبا، ونروحوا نوجدوا المرقه تاعنا. هنايا في قدره درت شويه تاع الزيت، ضفت عليهم حبه نتاع بصله مقطعه رقيق مع اللحم، كميه تاع اللحم. ضفت عليها 2 مغارف صغار نتاع الملح. ضفت عليها 2 حبات طماطم اللي كنت رحيتها في الاشوار. ضفت عليها الكركم. بالنسبه للتوابل، الكركم، راس الحانوت، العكري، فلفل عكري وسكنجبير ولا الزنجبيل. دونك مطحون. ضفت عليهم مغرفه ضفت عليهم تاني مغرفه كبيره نتاع معجون الطماطم. خليتهم يتقلاو. بعد ما تقلاو داب معانا هذيك البصله كما راك تشوفوا معايا. ضفت كميه تاع الجزر ولا الكروطه. ضفت كميه تاع الكروطه وخليتها تتقلى بهذا الشكل كما راك تشوفوا معايا. خليتها شويه تتقلى. من بعد ما تقلات ضفت عليها كميه تاع الحميمصه اللي كنت نفختها نهار من قبل في الماء. هذه هي. ضفت عليها الحميمصه وراح نخلوها نضيفوا عليها، نخلوها شويه تتقلى، ومن بعد نضيفوا عليها الماء سخون حتى نغطوا كامل هذاك الوجه نتاع الخضره تاعنا بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا في لا فيديو. نغطيو عليها ونخليو المرقه تاعنا طيب على غرضها. نروحوا نعاودوا نوليو للشخشوخه تاعنا. هنا من بعد ما فورتها التفويره الاولى ضفت لها شويه تاع الماء بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. فورتها التفويره الاولى، رشت لها شويه تاع الماء هكا غير بصبعتين، نرشوا لها شويه تاع الماء، نخلطوها، نعاودوا نديروها في كسكاس، نغطيوها ونخليوها تفور للمره الثانيه. بعد ما فارت معانا نعاودوا نحطوها في القصعه تاعنا بهذه الطريقه. نعتذر هنا الكاميرا ما كنتش كتبت لها بلاصتها نيشان، ما راهيش تبان غايه، نعتذر على الصوره. دونك هذه هي. بعد ما حطيتها في القصعه نعاودوا نضيفوا لها شويه تاع الماء بصبعتينا للمره الثانيه، نخلطوها، نعاودوا نردوها في الكسكاس. ما بغيتش نقطعكم، وريت لكم كاع المراحل تاعها. من بعد نحطوها في الكسكاس كما قلت لكم ونردوها تفور معنا للمره الثانيه. بعد ما تفور فوالا كما راكم تشوفوا معايا نليموها ونفوروها. الشخشوخه انا نفورها 3 خطرات، تفوروها 3 فوا، تفوروها 3 خطرات باش تجيكم شابه وطيب. هنايا بعد ما فورت هذيك الاخرى تاعنا الشخشوخه تاعنا المره الثانيه، هنا كي كانت طابت المرقه تاعنا وجدت طابت هذيك الكروطه واللحم تاعنا، ضفت لهم الكابويه كما راك تشوفوا. ضفت لهم الكابويه، زدت معاها حبيبه تاع الحار وغطيت عليها ونخلوها تزيد تكمل طيابها في غرضها. هنا للمره الثالثه حطيت الاخر الشخشوخه تاعنا في القصعه. بعد ما طيبناها كما قلت لكم فورناها 3 فوا، تفوروها 3 خطرات. نضيف لها هنايا مغرفه كبيره نتاع الزبده ونبدو نخلطوها بهذه الطريقه. تضيفوا لها مغرفه كبيره تاع الزبده ولا تاع السمن
ونخلطوها تذوب معنا هذيك الزبده ولا هذاك السمن. انا هنايا استعملت الزبده. وهذه هي الشخشوخه تاعنا راهي واجده. دوك نخليوها جانبا، نولوا المرقه تاعنا نشوفوها لا هي طايبه. دونك طابت المرقه تاعنا، قبل ما نطفيو عليها نضيفوا لها مغرفه صغيره تاع الكمون ونطفيو عليها. وهذه هي الشخشوخه تاعنا راهي واجده. من بعد ما زينت الخضره كيما تزينوا الطعام بشكل عادي، زينتها بالحميمصه مع اللحم، جات ما شاء الله، جات فيها واحد البنه ما نعيا نحكي لكم. سيوها بهذه الطريقه ونتاكده انها راح تنال اعجابكم بصحتكم. ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. ما تنسوش ديروا لي ابوني وجيم، وما تنسوش تبارطاجوها مع صحباتكم. باي.